السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى ثانوي. أهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا شباب يا أبطال؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين في هذا الفيديو هنحل تمارين على تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية، وده التمرين رقم 2 في كتاب المعاصر. تعال نفكرك بس بالأهم الأفكار اللي في الدرس ده. هو تقريبا مفيش غير فكرة واحدة أصلا أو اتنين. لو أنا عندي معادلة تربيعية كده أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر، قلنا المعادلة دي لها جذرين. احنا بقى نحدد نوع الجذرين. يعني ايه نحدد نوع الجذرين؟ يعني الجذرين دول هيبقى حقيقيين ولا غير حقيقيين والكلام ده كله. فقلنا علشان نحدد نوع جذري المعادلة دي، لو انت فاكر كنا هنجيب المميز. المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج. قلنا لو المميز ده طلع موجب يبقى الجذرين ايه؟ يلا قول معايا، المفروض تكون فاكر انت من الدرس اللي فات. هيبقى الجذران، قول يا بطل. تمام، حقيقيان. حقيقيان بس مختلفين. يعني ايه مختلفين؟ يعني مش متساويين. يعني ممكن الجذرين يطلعوا 3 و5 مثلا، -2 و7 زي ما يطلعوا يعني. لو المميز طلع بصفر يبقى الجذران هيبقى حقيقيان بس متساويان. لو المميز طلع بالسالب يبقى الجذران غير حقيقيين. غير حقيقيين. خلاص، يعني يطلع فيهم عدد تخيلي. ليه؟ لأن أنت لما تيجي تشتغل فاكر القانون، سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. فلو اللي تحت الجذر ده طلع بالسالب، يعني طلع مثلا سالب جذر 4، يبقى إذا الجذرين هيبقى فيهم وبالتالي لو المميز بالسالب يبقى الجذرين غير حقيقيين. دول الثلاث حاجات اللي عايزينك تعرفهم يا سيدي. يبقى انت عشان تحدد نوع جذري المعادلة التربيعية هتجيب المميز. لو المميز طلع بالموجب يبقى الجذرين حقيقيين مختلفين. لو المميز طلع بالسالب يبقى الجذرين غير حقيقيين. لو المميز طلع بصفر يبقى الجذرين حقيقيين متساويين. تمام، ده اللي احنا عايزينه في الدرس بتاع النهارده. في ملحوظه بقى نركنها لك على جنب هنا. لو المميز ده اللي تحت الجذر طلع عدد مربع كامل. مربع كامل يعني ايه جذر؟ طلع مثلا جذر 25، فجذر ال 25 هتبقى ب5، وبالتالي هيبقى الجذرين نسبيين. نسبيين يعني ايه؟ يعني ما فيهمش مثلا حاجه زي جذر 2 كده، ما فيهمش حاجه زي جذر 5. هيبقى مثلا 5 على 2 مثلا و7 مثلا. يبقى جذرين نسبيين يعني ما فيهمش جذور. يبقى نقدر نقول كده لو المميز، إذا كان المميز مربع كامل فإن الجذران حقيقيين. الجذرين دي حقيقيان نسبيين. يبقى عددين نسبيين. طيب، ده تقريبا كل الكلام اللي كنا عايزينه في الدرس ده. ممكن نضيف لك ملحوظة كمان. لو انا قلت لك بقى إذا كان الجذران، نعكس الكلام اللي قلناه. إذا كان الجذران إذا كان الجذران نجيب سبورة غير دي، السبورة بتهنج منا. إذا كان الجذران متساويين، فأنت تستفيدي على طول. أو أمثلة الجذرين متساويين هتقول يبقى المميز هيساوي صفر. طيب، لو قلت لك إذا كان الجذران، بص ركز في دي بقى، إذا كان الجذران حقيقيين وسكت كده بقى. لو قلتك الجذرين حقيقيين يبقى المميز أكبر من وممكن يساوي صفر. لو قلت لك إذا كان الجذران حقيقيين مختلفين يبقى ساعتها المميز يبقى أكبر من الصفر. لو قلنا إذا كان خلي بالك بقى من دي. لو الجذرين حقيقيين، لو قال لي حقيقيين وسكت، فاحتمال يكونوا حقيقيين متساويين او حقيقيين مختلفين.
فساعتها هناخد المميز أكبر من الصفر وهناخد المميز أقل من الصفر يساوي صفر. لو الجذرين حقيقيين مختلفين يبقى ناخد المميز أكبر من صفر، مش هنكتب يساوي. إذا كان الجذران، دي آخر واحدة، إذا كان الجذران غير حقيقيين يبقى ساعتها نقول له المميز أقل من الصفر. خلاص. لو قال لك إذا كان الجذرين نسبيين يبقى ساعتها المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج ده هيبقى مربع كامل. ده الأفكار الرئيسية اللي في الدرس بتاع النهاردة. يلا بقى نروح للتمارين عشان نبدأ نشتغل. هنشتغل كل الأسئلة اللي في كتاب المعاصر، الأسئلة المقالية اللي هي اللي تشوز الأسئلة الاختيارية دي. بيقول لي في أول سؤال جذر المعادلة هما نوع. طب أنت عشان تحدد نوع جذري المعادلة دي زي ما قلنا هنجيب المميز. يلا نشتغل أهو. ب تربيع ناقص 4 ألف ج. الب اللي هي معامل السين يبقى سالب 5 تربيع. يا ريت تحل معايا وأنا بشتغل. سالب 4 والألف 1 والجيم ب11. لو حسبنا الكلام ده يبقى 25 ناقص 44. الكلام ده يبقى سالب 19. يبقى كده ده أقل من صفر. يبقى المميز طلع سالب، يبقى الجذران غير حقيقيين. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. نروح للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي جذر المعادلة دي يكونان نقط. طبعا المعادلة دي مش في أبسط صورة. هنفك الأقواس ونجمع الحدود المتشابهة ونخلي الطرف الشمال بصفر. فك معايا الأقواس يبقى س في س بس تربيع، وهنا سالب 2 س، والموجب 5 تعدي الناحية اليمين بسالب 5. يبقى كده خلينا المعادلة في أبسط صورة. نجيب المميز. المميز هيبقى ب تربيع ناقص 4 ألف ج. الب تربيع بسالب 2 سالب 4 والألف اللي هو معامل السين بواحد والجيم اللي هو الحد المطلق. يبقى كده 4 سالب في سالب بموجب و4 في 1 ب5 ب20. الكلام ده هيساوي 24. المميز هنا طلع موجب، يبقى الجذران حقيقيان مختلفان. تمام، الله ينور. المسألة اللي بعد كده. يلا يا بطل ابدأ حل انت بقى. المسألة دي فيها لخبطة شوية. نفس الكلام، قبل ما نجيب المميز او نقرر نوع الجذرين ايه لازم نخلي المعادلة في ابسط صورة. ابسط صورة يعني المعادلة لازم تبقى كده: أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر. يعني مفيش كسور في المعادلة، مفيش أقواس، والطرف الشمال لازم يبقى بصفر. طيب نيجي للمسألة بتاعتنا والراجل اداني هنا كسر. احنا متفقين لو اداني معادلة فيها كسر عشان نتخلص من الكسور دي المفروض نضرب في مين؟ نضرب في المضاعف المشترك للمقامات. يعني هنا ما عندناش غير مقام واحد اللي هو السين، يبقى نضرب الدنيا كلها في س. تضرب مين في س؟ تضرب الحد ده في س وده في س وده في س، يبقى س في س بس تربيع. وهنا 9 على س في س، 9 على س في س، السين دي تروح مع السين دي يبقى 9. وهنا 6 في س ب6 س. بعد كده تاخد الحد ده توديه الناحية اليمين بإشارة مخالفة يبقى س تربيع سالب 6 س موجب 9 بيساوي صفر. كده حضرتك خليت لنا المعادلة في أبسط صورة. نيجي بعد كده نجيب المميز. المميز اللي هو اكتب عشان تحفظ الكلام ده: ب تربيع ناقص 4 ألف ج. مين الب؟ معامل السين اللي هو سالب 6، يبقى سالب 6 تربيع ناقص 4 والألف معامل السين تربيع والجيم اللي هو الحد المطلق. يبقى الكلام ده يبقى 36 ناقص 4 في 1 في 9 ب36. 36 ناقص 36 بصفر. كده المميز طلع صفر. يبقى الجذرين مالهم يا بطل؟ الله عليك، يبقى حقيقيين متساويان. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. ننتقل إلى السؤال رقم 4. بيقول لي جذر المعادلة دي يكونان نقط. يلا حل انت بقى. تمام، المعادلة دي مش في أبسط صورة لأن الطرف الشمال مش بصفر. يبقى الحدود اللي في الطرف الشمال تروح الطرف اليمين بعكس إشارة. يبقى 6 س تربيع سالب 19 س موجب 25 بيساوي صفر. كده خلينا المعادلة في أبسط صورة. نجيب بقى المميز. المميز اللي هو مين يا بطل؟ ب تربيع ناقص 4 ألف ج. الب تربيع الب اللي هي معامل س
يبقى سالب 19 سالب 4، والألف معامل السين تربيع، والجيم اللي هو الحد المطلق، وتحسب القصة دي كلها. سالب 19 تربيع، الموضوع كبر بقى، عايز الآلة الحاسبة. يلا نجيب الآلة ونشوف الحكاية بقى. فين الآلة؟ هنا يا اخوانا الآلة اهي. يلا نحسب، نقول له هنا بقى 19. في مشكلة في الآلة هنا، نظبط الدنيا اهو. يبقى 19 تربيع ناقص 4 في 6 في 15. الكلام ده يا بطل هيطلع بواحد. تمام، يبقى الكلام ده كله هيساوي واحد. نرجع بقى لموضوعنا. يبقى احنا عندنا الكلام ده كله هيطلع بواحد، يبقى كده المميز أكبر من صفر. وطالما المميز أكبر من صفر يبقى الجذرين مالهم؟ تمام، حقيقيين مختلفين. الجذرين حقيقيين مختلفين. هتقولي طب ما مفيش حقيقيين مختلفين هنا. بص بقى في النسبيين مختلفين. انت عندك المميز طلع بواحد، والواحد ده مربع كامل عشان ليه جذر تربيعي. واحنا قلنا لما يبقى المميز مربع كامل يبقى الجذرين نسبيين، يبقى نسبيين مختلفين. طيب نكمل بقى في المشوار بتاعنا. رقم 5 بيقول لي عدد قيم س الحقيقية التي تحقق المعادلة دي. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ عدد قيم س الحقيقية التي تحقق المعادلة دي. والله بص، عشان تبقى فاهم خلينا بس نحط المعادلة في خط الصورة، لأن عشان نعرف نتكلم سوا بس. هنجيب الخمسة الناحية التانية بإشارة مخالفة. احنا عندنا والله دي معادلة تربيعية فليها جذرين، يبقى أكبر قيم تحقق هذه المعادلة قيمتين. عدد قيم س اللي هتحقق المعادلة دي أكبر حاجة قيمتين. يعني ممكن تبقى، خلي بالك، قيم حقيقية. أركز في الكلام اللي بقوله أهو. نقول تاني، عدد قيم س الحقيقية. معنى عدد قيم س الحقيقية يعني احنا عايزين نجيب عدد الجذور الحقيقية للمعادلة دي. فعدد الجذور الحقيقية لأي معادلة تربيعية يا إما 2 يا إما 1 يا إما مفيش أصلا. طيب ده تعمله إزاي ده؟ برضه بالمميز. هتجيب لنا المميز حضرتك بقى. هتجيب ب تربيع ناقص 4 ألف ج. والله لو طلع المميز موجب بيبقى فيه جذرين حقيقيين متساويين، يبقى عدد قيم س اللي هتحقق المعادلة دي 2. طيب لو المميز طلع صفر يبقى فيه جذرين حقيقيين متساويين، يبقى عدد قيم س اللي هتحقق المعادلة دي عدد واحد بس. خلاص، هيبقى قيمة واحدة فقط. يبقى الجذرين زي بعض، 5 و5 مثلا أو 3 و3. لو المميز طلع سالب يبقى هنا قيم س الحقيقية اللي هتحقق المعادلة دي مفيش، لأن لو المميز طلع بالسالب هيبقى الجذرين غير حقيقيين. فاحنا هنجيب المميز بقى. يلا نجيب المميز. يبقى سالب 7 تربيع ناقص 4 في 2 في سالب 5. يبقى الكلام ده سالب 7 تربيع ب49، ودي سالب في موجب في سالب بموجب، و4 في 2 ب8 ب40. الكلام ده يطلع ب89، يعني أكبر من صفر. يبقى هنا في جذرين حقيقيين مختلفين. يبقى عدد قيم س اللي هتحقق المعادلة ده يبقى إيه؟ قيمتين. نروح للمسألة رقم 6. بيقول لي المميز للمعادلة دي يكون نقط. بص والله المسألة دي لها حلين. نحل الحل التقليدي اللي احنا متعودين عليه. هنفك الأقياس، يبقى مربع الأول ومربع التاني، والأول في التاني في 2، دي 2 مش 4. يبقى دي 4 س، وهندخل موجب 5 بيساوي صفر. يبقى س تربيع موجب 4 س موجب 9 بيساوي صفر. ونجيب المميز. يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف ج. ب تربيع يبقى 16 ناقص 4 في 1 في 9. يبقى الكلام ده يساوي 16، و4 في 9 ب36، يبقى سالب 20. يبقى هنا المميز يكون عدد سالب. يبقى الإجابة الصح هتبقى دي.
خلاص. الحل التاني بقى ممكن تقول لي انا هعمل ايه؟ بص، س زائد 2 الكل تربيع هيساوي -5. اودي بإشارة مخالفة واخد الجذر التربيع للطرفين، يبقى س موجب 2 هتساوي موجب وسالب جذر -5. يعني س موجب 2 هتساوي موجب وسالب جذر 5 ت. يعني السين هتساوي، هتودي دي بإشارة مخالفة -2 موجب أو سالب جذر 5 ت. يبقى الجذرين طالعين غير حقيقيين عشان فيهم ت، وطالما الجذرين غير حقيقيين يبقى إذا المميز سالب، يبقى تقول لي المميز عدد سالب هنا. بس ممكن تحل بالشكل ده وتحل بالشكل ده، اللي يعجبك بقى اعمله. نروح للمسألة رقم 7. المعادلة التربيعية دي حيث أ تنتمي إلى ح ستار، ح ستار دي اللي هي مين؟ كل الأعداد حقيقية ما عدا الصفر، وب تنتمي لح. طيب لا جذرين مش عارف حقيقي، نفس القصة هنجيب المميز. بس خلي بالك بقى وأنت بتكتب المميز هنا لازم تبقى واعي، وب تربيع. خلي بالك الب دي مش الب دي، ناقص 4 ألف، والألف دي مش الألف دي، ألف ج. احنا متفقين الب اللي هي معامل س، ادي معامل س اللي هو ده كله ده اهو. خلاص يبقى 2 ألف ب أس 2 ناقص 4، والألف معامل س تربيع، يبقى ده معامل س تربيع اللي هو الألف تربيع. والجيم الحد المطلق، والحد المطلق قلنا كل الحدود اللي ما فيهاش س، يبقى دي ب تربيع. يبقى يلا نفك بقى، يبقى 2 أس 2 ب4، ألف أس 2 ب أس 2 ناقص 4 ألف تربيع ب تربيع. أدي 4 ألف تربيع ب تربيع ناقص 4 ألف تربيع ب تربيع، الكلام ده هيطلع بصفر. يبقى المميز هنا طلع بصفر، وطالما المميز طلع بصفر يبقى الجذرين مالهم تمام حقيقيين متساويين. يبقى المعادلة التربيعية دي لها جذران حقيقيان متساويين. نروح للمسألة رقم 8. بيقول جذر المعادلة دي يكونان حقيقيان مركبان. ايه مش عارف، تعال بيقول لك ايه، جذر المعادلة دي يكونان عددان مركبان وغير حقيقيين. ايه الجذرين هنا مالهم؟ تاني شيء اهو، جذر المعادلة دي يكونان مركبان وغير حقيقيين. فهمت ولا نقول تاني؟ الجذرين مركبين وغير حقيقيين. امتى الجذرين يبقى غير حقيقيين؟ تمام، لما يبقى المميز اقل من صفر. المميز اللي هو مين؟ ب تربيع ناقص 4 ألف ج. خلي بالك الب والألف والجيم بتاع القانون ملهمش دعوة بالألف والجيم والب اللي في المسألة عشان تركز. المفروض أنا حافظ إن الب دي معامل السين، يبقى الب اللي هي دي معامل السين، يبقى تبقى ألف تربيع ناقص 4، والألف دي اللي هي معامل السين تربيع، يبقى الألف هتبقى الجيم، والجيم دي اللي هي الحد المطلق، يبقى الجيم دي هتبقى ب، يبقى هنا في ب. بص بقى لازم تكتب، تخلي بالك بقى، مش تقول لي الب هي الب دي والالف هي الالف دي والجيم هي الجيم دي، لا انت لازم تبقى عارف في القانون بتاع المميز ان الب هي معامل السين اهو، معامل السين، الالف معامل السين تربيع، الجيم الحد المطلق، الجيم يبقى الحد المطلق، يبقى المميز يبقى ألف تربيع ناقص 4 جيم ب. طيب ايه المفروض الكلام ده يكون أقل من الصفر، يبقى ألف تربيع ناقص 4 ليه أقل من الصفر؟ لأن هو قال الجذرين غير حقيقيين، يبقى ألف تربيع ناقص 4 جيم ب أقل من الصفر، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. بعد كده رقم 9. إذا كان جذر المعادلة دي حقيقيين ومختلفين. تمام، طالما الجذران حقيقيين ومختلفين يبقى إذا المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من صفر. قول بقى الب اللي هي معامل السين، وهنا مفيش حد فيه سين، يبقى الب بصفر ناقص 4 الألف معامل السين تربيع، الجيم الحد المطلق اللي هو الب أكبر من صفر. واجي أحل بقى المعادلة دي،
الصفر ده كأنه مش موجود، يبقى سالب 4 ألف ب أكبر من صفر. لو قسمت على سالب 4، وخلي بالك لما نقسم على سالب بنغير اتجاه المتباينة، يبقى ألف في ب أقل من صفر. خلاص، يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نروح بقى للمسألة اللي بعد كده رقم 10. بيقول لي إذا كانت المعادلة دي وكان الألف في ج أقل من صفر، فإن جذري المعادلة يكونان نقط. برضو بيسألك هنا عن نوع الجذرين، وما تتخضش من الكلام الكتير ده، موضوع سهل جدا. احنا متفقين عشان نحدد نوع الجذرين لازم نعمل ايه؟ تمام، نجيب المميز اللي هو مين؟ ب تربيع ناقص 4 ألف ج. وخليك فاكر إن الب معامل السين، يبقى هنا الب اللي هي الب دي، تمام، ناقص 4، والألف اللي هي معامل السين تربيع، يبقى هي الألف دي، والجيم اللي هو الحد المطلق. خلاص. قال لي هنا بص ركز بقى في الكلام الحلو ده، ألف في ج أقل من صفر. هو عايز ايه في المسألة؟ انت نسيت ولا ايه؟ عايز نوع الجذرين، فانت عشان تحدد نوع الجذرين لازم تحدد إشارة المميز. لو طلع موجب يبقى حقيقيين غير حقيقيين مختلفين، طلع سالب يبقى غير حقيقيين، طلع صفر يبقى متساويين. طيب يا سيدي، هو انا هحدد نوع الجذرين منين هنا؟ ما انا ما عنديش البي بكام ولا الالف ولا الجيم. انا كل اللي عندي دلوقتي ان ب تربيع ناقص 4 الف جيم، ده المميز ده. انا هحدد اشاره المميز ده منين بقى؟ تعال ندور نشوف هو اداني نقطه استفيد منه ولا لا. اه بيقول لي الف في ج اقل من صفر. هو يعني ايه الف في ج اقل من صفر؟ يعني الف في ج ده موجب ولا سالب؟ اقل من صفر يبقى اكيد سالب. خلاص، يعني احنا ممكن نقول له هنا ب تربيع ناقص 4، والف في ج ده يبقى بسالب حاجه، سالب اي حاجه، مثلا سالب 3، سالب زي ما يكون يعني. يبقى ب تربيع وهتضرب سالب في سالب بموجب، واربع في اي رقم هتحطه هنا، نحط لك هنا 3. ممكن نحط اي رقم هنا 3 4، المهم ده يبقى موجب. واي حاجه هتربعها هتبقى ايه؟ ممكن تبقى صفر او موجب، صح. احنا متفقين اي حاجه تربيع ما ينفعش تبقى سالب، يعني الب تربيع لازم تبقى اكبر من او يساوي صفر. فلو فرضنا الب تربيع دي صفر، طب ما صفر زائد عدد موجب هيبقى موجب. ولو فرضنا الب تربيع بعدد موجب، طب ما عدد موجب احط عليه عدد موجب يدينا عدد موجب. خلاصة القول المميز هنا موجب ولا سالب؟ تمام، المميز موجب يعني اكبر من صفر. وطالما المميز موجب يبقى اذا الجذران حقيقيان مختلفين. اتمنى تكون وضحت القصه دي. نروح للمساله اللي بعد كده. بيقول اذا كان الكلام ده كله معادله من الدرجه الثانيه، فان اي من المتباينات الاتيه يحقق ان المعادله لها جذران حقيقيان. بص بيقول لك جذرين حقيقيان. احنا قلنا المعادله امتى يبقى لها جذرين حقيقيان؟ ها؟ تمام، لما يبقى المميز. قول تاني يا حاج ما سمعتش. امتى المعادله يبقى ليها جذران حقيقيان؟ خلي بالك حقيقيان، ما قلتلكش متساويين ولا مختلفين، انا قلت حقيقيين بس. فامتى المعادله يبقى ليها جذرين حقيقيين؟ لما يبقى المميز اكبر من او يساوي صفر. تمام، يبقى الب تربيع ناقص 4 الف ج اكبر من صفر. مين الب؟ معامل السين اللي هي الب اللي في المساله. مين الألف؟ معامل السين تربيع اللي هي ألف برضه. مين الجيم؟ الحد المطلق. يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من صفر، ودي المتباينة اللي هتخلي الجذرين بتوع المعادلة حقيقيان. يبقى فين الإجابة اللي إحنا عايزينها؟ الإجابة اللي إحنا عايزينها إيه ده؟ ده مفيش هنا. ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من صفر، دي ب تربيع زائد 4 ألف جيم أكبر من صفر، دي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من صفر. بقى إيه الحكاية؟ لما تيجي نشوف دي، ب تربيع ناقص 5 ألف جيم أكبر من أو يساوي صفر. ب تربيع ناقص 5 ألف جيم أكبر من أو يساوي صفر. وهنا ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من أو يساوي صفر. الله، طب ما دي سالب 5 ودي سالب 4، يبقى إيه الحكاية بقى بتاع القصة دي؟ إحنا عندنا الكلام ده أكبر من أو يساوي صفر. لا، في حاجة هنا بقى مش مظبوط. ب تربيع ناقص 4 ألف جيم، دي المفروض ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. معرفش بقى.
هو المفروض يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من أو يساوي صفر. طب دي ب تربيع ناقص 4 ج أقل من أو يساوي صفر، احنا عايزين جذرين هنا. طب نقرا المسألة تاني كده. إذا كانت المعادلة دي من الدرجة الثانية أي من المتم يحقق أن المعادلة لها جذران حقيقيين. طيب ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من أو يساوي صفر. طيب بص، هو فيها حتة بنت لذينة المسألة دي، أركز بقى. بص، عايز حد يبقى فاهم كويس جدا بقى. أنت عندك المقدار ده أكبر من صفر، فلو ضفت عليه مثلا 8 ألف ج، ما لو ضفنا على المقدار ده 8 ألف ج، ما احنا ممكن يبقى ال 8 ألف ج دي تبقى بالسالب، فلو ضفنا هنا ممكن تدخلنا في مشكلة. ما ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من أو يساوي صفر. المسألة دي شكلها فيها حاجة كده، خلاص تبقى نشوفها بعدين المسألة دي، ونبقى نحلها في فيديو تاني. نشوف المسألة بقى رقم 12. بيقول إذا كانت أ س تربيع زائد ب س زائد ج يساوي صفر، حيث أ وب أعداد نسبية، وب تربيع ناقص 4 ألف ج يساوي 25، فإن جذري المعادلة هيبقى نقط. بص، هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج ده اللي هو مين؟ ب تربيع ناقص 4 ألف ج. ب تربيع ناقص 4 ألف ج ده مين؟ ده المميز. والمميز هو ادالك هنا ب 25، وال 25 دي مربع كامل عشان لها جذر. واحنا قلنا طالما المميز مربع كامل يبقى الجذرين نسبيين مختلفين، يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نشوف بقى المسألة رقم 13. بيقول لي إذا كان جذر المعادلة س تربيع ناقص ك س زائد 25 حقيقيين متساويين. طالما الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز هيساوي صفر. ب اللي هي معامل س يبقى سالب ك تربيع ناقص 4 الألف اللي هي معامل س تربيع، والجيم اللي هي الحد المطلق. الكلام ده يساوي صفر، يبقى ك تربيع، وهنفك دول ونوديهم الناحية التانية بإشارة مخالفة ب100، يبقى الكاف تنفع بموجب وسالب 10. يبقى الكاف هتبقى بموجب وسالب 10. رقم 14 بيقول لي إذا كان جذري المعادلة دي حقيقيين متساويين، برضو طالما الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز هيساوي صفر. الكاف دي الب دي معامل س اللي هي -2، يبقى أنا -2 كاف الكل تربيع ناقص 4، والألف اللي هي معامل س تربيع، والجيم اللي هي الحد المطلق. الكلام ده هيساوي صفر، يبقى 4 كاف تربيع -4 في 3 ب12 كاف هيساوي صفر. ونحل بقى المعادلة دي، ممكن ناخد 4 كاف عامل مشترك، يبقى نقسم دي على دي، يبقى كاف ناقص 3، وبعد كده هناخد الكلام ده نساويه بالصفر، وهناخد الكلام ده نساويه بالصفر. فمن هنا الكاف هتطلع ب3، ومن هنا الكاف هتطلع بصفر، يبقى الكاف هتبقى خلي بالك بصفر، وهتبقى ب3. او ما تستعجلش تقول يبقى اذا الكاف ب3 وصفر، لا استنى شويه بقى، استنى شويه. اصل يا باشا لو الكاف بصفر، بص لو الكاف بصفر، تخيل حضرتك حطيت الكاف هنا بصفر، فهنعدم الحد ده وهنحط الكاف بصفر، يبقى صفر فهي حاجه بصفر، يبقى ما عادش عندنا غير التلاتة وتساوي صفر، والكلام ده مستحيل طبعا التلاتة تساوي صفر، وبالتالي الكاف دي ما ينفعش تبقى بصفر، يبقى الكاف هتبقى ب3 فقط. وخلي بالك ما تستعجلش. خلاص وضعت القصة دي. نروح بقى للمسألة رقم 15. نقول إذا كان المميز للمعادلة دي يساوي صفر، المميز هيساوي صفر. المميز اللي هو مين؟ ب تربيع ناقص 4 ألف ج هيساوي صفر. احنا قلنا مين الب؟ معامل السين، يبقى 5 تربيع ناقص 4. مين الألف؟ معامل السين تربيع. مين الجيم؟ الجيم اللي هو الحد المطلق 4 كاف. الكلام ده هيساوي صفر، يبقى 25 ناقص 4 في 2 ب8، 8 في 4 ب32 كاف هيساوي صفر.
يبقى الكاف هتساوي سالب 25 على سالب 32. يبقى 25 على 32. يبقى الكاف تبقى ب25 على 32. المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان جذر المعادلة دي حقيقيين، الجذرين حقيقيين. طالما الجذرين حقيقيين يبقى المميز ماله يا بطل؟ الجذرين حقيقيين. مختلفين ولا متساويين؟ والله هو ما قالش. فلو قال حقيقيين بس يبقى المميز تمام أكبر من أو يساوي صفر. المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من أو يساوي صفر. الب معامل السين يبقى سالب 4 تربيع. سالب 4 الألف معامل السين تربيع. الجيم اللي هو الحد المطلق اللي هو الكيف أكبر من أو يساوي صفر. يبقى سالب 4 تربيع ب16 ناقص 4 في 1 في كيف ب4 كيف أكبر من أو يساوي صفر. ودينا ال 16 هناك بإشارة مخالفة يبقى سالب 4 كيف أكبر من أو يساوي سالب 16. اقسم على السالب 4. خلي بالك لما نقسم على عدد سالب نعمل إيه؟ أيوه برافو عليك فاكر، نقلب اتجاه المتباين. خليه كده أهو. يبقى 4 يبقى الكيف أقل من أو يساوي 4. يبقى إذا الكيف تنتمي إلى الفترة من سالب ما لا نهاية لحد 4 مغلقة. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نروح للمسألة رقم 17. بيقول إذا كان جذر المعادلة دي حقيقيين مختلفين. بص المرة دي قال لي حقيقيين مختلفين. طالما الجذرين حقيقيين مختلفين فإن كاف لا يمكن أن تساوي نقط. أنت عايز إيه يا باشا؟ بيقول لي الكاف ما ينفعش تساوي كام. خلاص يبقى الكاف ما ينفعش تساوي كام. تعال نروح لمعطياتنا بقى. بيقول لي الجذران حقيقيين مختلفين. الجذرين حقيقيين مختلفين يعني تمام، يعني المميز أكبر من الصفر. يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف جيم أكبر من صفر. ب معامل س يبقى 3 تربيع ب9 سالب 4. والألف اللي هو معامل س تربيع ب1. والجيم اللي هو الكيف أكبر من صفر. يبقى 9 ناقص 4 كيف أكبر من صفر. تمام. ودي التسعة بإشارة مخالفة. اقسم على سالب 4 يبقى الكيف أقل من 9 على 4. 9 على 4 دي بكام؟ الكيف أقل من 9 على 4 تقريبا ب2 وربع. 9 على 4 دي يبقى الكيف أقل من 2 وربع. الكام ينفع تساوي 2؟ ينفع تساوي 2. وينفع تساوي 1. ينفع تساوي 1. خلي بالك هو قال لك الكاف لا يمكن أن تساوي نقط. طب الكاف ينفع تساوي -1؟ ينفع تساوي -1. لأن بقول الكاف هنا أقل من 2 وربع والسالب 1 أقل من 2 وربع. وينفع تساوي 2؟ ينفع تساوي 2 لأن الاتنين أقل من 2 وربع. وينفع تساوي 1؟ ينفع تساوي 1 عشان الواحد أقل من 2 وربع. طب ينفع تساوي 3؟ لا ما ينفعش تساوي 3 عشان التلاتة أكبر من ال2 وربع. يبقى الكاف لا يمكن أن تساوي 3. بعد كده نروح لرقم 18. بيقول إذا كان جذر المعادلة دي مركبين وغير حقيقيين فإن وادالك الاختيارات. أنت كلها تعملها بطلة تستفيد من المعطيات. إيه المعطيات اللي عندك يا عم الحاج؟ بيقول لي الجذرين غير حقيقيين. طالما الجذرين غير حقيقيين يبقى المميز أقل من صفر. مش كده ولا إيه؟ يبقى الب تربيع ناقص 4 ألف جيم أقل من صفر. واحدة واحدة. الب بكام؟ معامل السين. معامل السين بكام؟ بسالب 8. موضوع بسيط جدا. ناقص 4 الألف بكام يا بطل؟ الألف اللي هي معامل السين تربيع يا مستر. يبقى ومعامل السين تربيع هنا اهو بكيف. والجيم اللي هو الحد المطلق. وكل مرة أقول كده الألف الب معامل السين. الألف معامل السين تربيع. الجيم الحد المطلق. ما تكسلش ولا تسعى عشان يرسخ في دماغك مين دول. الجيم قلنا الحد المطلق يبقى 16 أقل من صفر. حل متباينتك هتوصل للمسألة. يبقى دي 64 سالب 4 في 16 تقريبا ب64 برضو. كيف أقل من صفر. ودي ال 64 بإشارة مخالفة يبقى سالب 64 كيف أقل من سالب 64. اقسم على 64 وما تنساش لما تقسم على عدد سالب تعمل إيه؟ أيوه جدع يا ابني تغير اتجاه المتباينة. بدل ما هي أقل من تخليها أكبر من.
يبقى الكاف أكبر من الواحد. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نروح لرقم 19، بيقول لي في المعادلة دي إذا كانت الكاف أكبر من أو يساوي 5 فإن جذر المعادلة نقط. هي الكاف أكبر من أو يساوي 5، خليها تركنها للعوزة، بروزها كده بشكل جميل وخليها هنا. هو بيقول لي الجذرين مالهم، أنت عايز إيه يا عم الحاج؟ عايز الجذرين، أنا تحت أمرك يا باشا أجيب لك نوع الجذرين، وبيسألك على نوع الجذرين متساويين ولا مختلفين والليلة دي كلها. فأنت هتعمل إيه؟ تمام خلاص، أنت حفظت بقى الكلام ده، هجيب المميز على طول. المميز يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف ج. نمت ولا إيه يا حاج؟ إحنا بنقول نفس الكلام أنا عارف، عشان كده مليت أنت من كتر التكرار، بس كتر التكرار يعلم الشطار بقى. الب معامل السين، ونروح لمعامل السين، سالب 7 7 كاف تربيع ناقص 4. الألف مين؟ معامل السين تربيع، معامل السين تربيع ب75. والجيم اللي هي الحد المطلق اللي هي 3. طيب ماشي، يبقى الكلام ده يساوي 49 كاف تربيع. أنا بعمل إيه؟ بفك أهو، 7 تربيع وكاف تربيع، و4 في 75 في 3. 4 في 75 تقريبا ب 300، يعني الكلام ده ب 900. طيب هو عايز نوع جذري المعادلة، فأنت حضرتك عشان تحدد نوع جذري المعادلة محتاج تشوف المميز ده موجب ولا سالب ولا ايه حكايته بالظبط. طب ده اعرفه منين؟ ما انا مش عارف الكاف بكام. ما هو الراجل بيقول لك الكاف اكبر من او يساوي 5، اهو بيقول لك الكاف اكبر من او يساوي 5، يبقى الكاف تربيع اكبر من او يساوي 25، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى ال 49 لو ضربنا هنا في 49 وضربنا هنا في 49، يبقى 49 كاف تربيع أكبر من أو يساوي 25 في 49. بكام 25 في 49 دي؟ تعالى نعملها على الآلة بقى، عشان أنا بصراحة بليك في الحساب. نلغي ده ونقول له هات لنا الآلة، ضرب لنا يا آلة ال 25 في 49 تقريبا. 25 في 49 الكلام ده هيساوي كام دي؟ 1225. نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. شكرا. ما قلنا شكرا بقى، ليه فريق ماليه كده؟ اهو، خليك فاكر احنا طلعنا الكاف ال 49 كاف تربيع اكبر من 1225. طيب بص، طالما ال 49 كاف تربيع اكبر من ال 1225، ما تيجي هنا بقى نكمل نفس المشوار. لو طرحنا من هنا سالب 900، يعني 49 كاف تربيع اكبر ناقص 900 اكبر من أو يساوي 1225 ناقص 900، يبقى 49 كاف تربيع ناقص 900 اكبر من، طبعا لو طرحت دول من بعض يديك عدد موجب عشان الرقم ده هو اكبر من ده، يبقى يطلع عدد موجب، مش مهم كام بقى العدد الموجب. طب اذا كان المقدار ده اكبر من الموجب فاكيد هيبقى موجب طبعا، يبقى اذا المميز هنا موجب، يبقى الجذرين حقيقيين مختلفين. تمام، موضوع سهل وحلو جدا. نروح لرقم 20. إذا كان التمثيل البياني للدالة التربيعية لا يقطع محور السينات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التمثيل البياني للدالة التربيعية لا يقطع محور السينات. عشان أفهمك الموضوع، يعني جيت رسمت الدالة التربيعية لقيتها بالمنظر ده مثلا، ما قطعتش محور السينات. وده معناه إيه؟ معناه إن المعادلة التربيعية ألف س تربيع زائد ب س زائد ج اللي هي تمثل الدالة دي الدالة دي اهو، ده س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. معنى إن الدالة التربيعية دي لا تقطع محور السينات، يبقى حل المعادلة س تربيع زائد ب س زائد ج يساوي صفر في ح ف. يعني المعادلة دي ليس لها جذور حقيقية. تمام؟ فأيا مما يأتي يمكن أن تكون قاعدة الدالة، يعني مين في دول هتبقى القاعدة دي؟ نقول كمان التمثيل البياني للدالة د س الدالة التربيعية، ومعنى دالة تربيعية تكتبها بالشكل ده، د س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. أنا عرفت مين الألف والب والج هحل المشكلة بتاعتي. أعرفهم منين؟ هبدأ أشوف المعطيات اللي عطاها لي في المسألة فيها إيه؟ بيقول لي د س لا يقطع محور السينات. معنى د س لا يقطع محور السينات، يبقى إذا المعادلة ملهاش جذور حقيقية. المعادلة دي
يعني جذور المعادلة دي التي تناظر الدالة التربيعية دي هيبقى غير حقيقيين، وبالتالي يبقى مميز المعادلة دي هيبقى سالب. تمام، يعني ب تربيع ناقص 4 أ ج أقل من صفر. طب هو عايز ايه؟ أي مما يمكن أن تكون قاعدة للدالة. والله أي مقدار في دول المميز بتاعه يبقى بسالب أن ينفع يبقى قاعدة للدالة دي. فتعال نجيب المميز بتاع الاختيار الأول ده، هنقوله ب تربيع اللي هي 9 ناقص 4، والألف ب2 والجيم بسالب 5. لو حسبت الحسبة دي 9 سالب في سالب بموجب، و4 في 2 يبقى ب40. والله المميز هنا طلع موجب. يبقى إذا الدالة دي لو رسمتها تقطع محور السينات في نقطتين، عشان يبقى في جذرين مختلفين هنا، وبالتالي دي مش تنفع. طيب تعالى ناخد دي، هنجيب المميز برضو بتاع المقدار ده. ب تربيع يبقى 25 ناقص 4، والألف بسالب 1 والجيم ب1. أدي سالب في سالب بموجب، ده هيطلع ب29 يعني برضو موجب. يبقى برضو دي مش ينفع تمثل الدالة اللي احنا عايزينها، اللي هي لا تقطع محور السينات. نيجي ناخد دي، هنقول نجيب المميز برضو اهو. ب تربيع ب400 ناقص 4 في ألف ب400 في ج ب25. الكلام ده هيساوي 400 ناقص 400 يبقى بصفر. يبقى كده دي معناها خلي بالك بقى إن الدالة دي هتمس محور السينات، يعني رأس المنحنى يبقى على محور السينات، وديك بتستفيد أهو. نيجي لآخر واحدة بقى، لو جبنا المميز هنا يبقى سالب 1 تربيع ب1 ناقص 4 في ألف اللي هو 3 في ج ب2. الكلام ده هيطلع بسالب 1 ناقص 4 في 3، يعني 1 ناقص 24 يبقى سالب 23. يبقى المميز هنا طلع بسالب، يبقى هي الدالة دي اللي احنا عايزينها. يعني الدالة دي منحناها لا يقطع محور السينات. جميل، كلام زي الفل ولذيذ. شغل دماغك تلاقي الدنيا ماشية معاك زي الفل. رقم 21 بيقول لي في المعادلة التربيعية د س بتساوي صفر إذا كان المميز سالب. المميز سالب، حط خط هنا كده وخليها دي للعوض. فأيا مما يأتي يمكن أن يكون التمثيل البياني للدالة اللي هي الدالة دي. طيب ما عندك المعادلة دي تربيعية والمميز بتاعها سالب، ده معناه إيه؟ ده معناه إن المفروض الجذرين هيبقى غير حقيقيين، وبالتالي لما نيجي نرسم منحنى الدالة التربيعية مش هيقطع محور السينات. يبقى فين الرسم اللي هنا فيه منحنى الدالة مش هيقطع محور السينات؟ تمام، رقم ده. شفت الجمال؟ حاجة في منتهى اللذاذة. نيجي الرقم معرفش 22، كل من الأشكال التالية تمثل منحنى الدالة دي. كل من الأشكال التالية تمثل منحنى الدالة دي. في أي من الأشكال، مش عارف أقرأ والله. فأي من الأشكال التالية يكون ب تربيع ناقص 4 ألف ج يساوي صفر. نقرا تاني، بيقول لك كل من الأشكال الآتية تمثل منحنى الدالة التربيعية دي. مثال يقول لك في أي شكل من الأشكال يكون ب تربيع ناقص 4 ألف ج يساوي صفر. هو مين الب تربيع ناقص 4 ألف ج؟ لازم تطمن إن الب دي معامل السين والألف معامل السين تربيع، أيوه، والجيم الحد المطلق، أيوه، يبقى ده المميز. ما مش أول ما تشوف لي ب تربيع ناقص 4 ألف ج تقول لي ده المميز. لا، لازم تطمن إن الب دي هي معامل السين، والألف معامل السين تربيع، والجيم الحد المطلق. طيب كده اداني المميز بيساوي صفر، وطالما المميز يساوي صفر تستفيد ايه يا بطل؟ تمام، طالما المميز بصفر يبقى اذا الكبيرين حقيقيين متساويين، وبالتالي لما تيجي ترسم منحنى الدالة التربيعية هيمس محور السينات، يعني راس المنحنى تبقى على محور السينات. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم د. بص بيربط لك هنا بين الحل البياني والحل الجبري ونوع الجذرين، حاجة في منتهى الجمال. بيقول لك إذا كان منحنى الدالة التربيعية دي كلها يمس محور السينات فإن مين بتساوي نقطة. طلباتك يا باشا، عايز إيه؟ المين بكام؟ طب ما تيجي تديني معطياتك بقى عشان أبقى أستفيد من المعطيات وأطلع المطلوب. بيقول لي منحنى الدالة التربيعية دي يمس محور السينات.
ادورها في دماغي كده، يعني ايه منحنى الدالة التربيعية يمس محور السينات؟ والله اللي جاب دماغه لحد دلوقتي، اللي جاب في دماغه اهو، يبقى كده اهو. ماشي، وبعدين يعني يبقى رأس المنحنى على محور السينات. وبعدين ده معناه ايه؟ المعادلة، ايوه برافو عليك، لها جذران حقيقيان متساويان. تمام. يبقى في اي مكان لما اقول لك منحنى الدالة التربيعية يمس محور السينات، ده معناه ان المعادلة اللي هناخدها دي، يعني لو خدنا الكلام ده سويناه بالصفر اهو، س تربيع سالب 2 م ناقص 2 في س زائد م تربيع ناقص 8 يساوي صفر. طالما منحنى الدالة التربيعية دي يمس محور السينات، يبقى المميز بتاع المعادلة دي هيساوي صفر. يساوي صفر ليه؟ لأن طالما منحنى الدالة التربيعية يمس محور السينات، يبقى الجذران حقيقيان متساويين، يبقى المميز هيساوي صفر. مين من المميز؟ ب تربيع ناقص 4 أ ج بيساوي صفر. مين الب؟ وما تملش، قلت لك معامل السين، بص ده كله الب. يبقى سالب، ممكن ما تكتبش السالب دي، لأن سالب لما تربعها تبقى بموجب. يبقى نقول له 2 نربع الاتنين تبقى 4 م ناقص 2 تربيع، ماشي، ناقص 4. مين الألف؟ معامل السين تربيع بواحد. مين الجيم؟ الحد المطلق، مش السالب 8، لا، حد المطلق كل الحدود اللي ما فيهاش سينات، يبقى اهو، يبقى م تربيع ناقص 8. الكلام ده كله يا بطل يساوي صفر. بس انت كده عملت اهم حاجة في المسألة، والباقي تفاصيل تعملها براحتك بقى. يلا نفك الأقواس، خلي بالك لما تفك القوس اللي عليه تربيع اللي يطلع تضربه في الأربعة، أو ممكن تقسم على الأربعة قبل ما تفك، لأن احنا ممكن نقسم على الأربعة فنشيل الأربعة دي والأربعة دي علشان الدنيا متبقاش متلخبطة معانا. خلاص، هنفك القوس يبقى مربع الأول ونسيب مسافة كده، ومربع التاني ادي سالب في سالب بموجب، واتنين في اتنين بأربعة، والأول في التاني في اتنين، يبقى سالب 4 م. نيجي نضرب سالب، خلي دي خلاص راحت، دي سالب 1 في م تربيع، يبقى سالب م تربيع، وسالب 1 في سالب 8 يبقى بموجب 8. جمع الحدود المتشابهة، نجمع الحدود المتشابهة. ادي م تربيع تتجمع مع سالب م تربيع، مش عارف يعني ايه متشابهة، عيب عيب. متشابهة يعني تحتوي على نفس الرموز بنفس الأس، يعني م تربيع والميم تربيع دول متشابهين. نجمع بقى دي واحد وناقص واحد يبقى صفر، دول باي باي مع بعض. الحد ده فيه م أس واحد يتجمع مع الحد فيه م أس واحد، مفيش حد فيه م أس واحد غير ده، يبقى ده ينزل زي ما هو، يا سالب 4 م. الحد المطلق ده يتجمع مع المطلق ده، يبقى 4 و3 يبقى بموجب 12 بيساوي صفر. حل بقى المعادلة دي، نودي ال 12 بإشارة مخالفة يبقى سالب 4 م يساوي سالب 12. اقسم على الأربعة يبقى م هتطلع ب3، يبقى الميم هتساوي 3. نروح للمسألة رقم 24. بيقول الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د س بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج، فإن ب تربيع ناقص 4 أ ج ضرب في د 3. الله، الله على الجمال. بص يا حاج، بص يا حاج، طلباتك يا باشا، احنا عايزين نشوف الكلام ده يساوي كام. يا سلام، طلباتك اوامر، اديني معطياتك بقى. معطيات على الرسم، هو بيقول الشكل المقابل يمثل منحنى الداله دي. بص المنحنى ده ماله يا بطل؟ برافو عليك، يمس محور السينات. طالما يمس محور السينات ده معناه ان المعادله أ س تربيع زائد ب س زائد ج يساوي صفر، لها جذران حقيقيان متساويان. وعلى فكرة هما يبقى سالب 1 وسالب 1، دي حاجة كده على فوق البيعة دي. طيب، وطالما المعادلة لها جذران حقيقيان متساويان، أنا هستفيد إيه؟ تمام، طالما المعادلة لها جذران حقيقيان متساويين يبقى نستفيد المميز يساوي صفر. المميز اللي هو مين يا مستر؟ ب تربيع ناقص 4 أ ج بيساوي صفر. أنا ماشي معاك واحدة واحدة أهو. الب مين يا عم الحاج؟ الب مين دي؟ معامل السين، ومعامل السين بب صح، والألف معامل السين تربيع، ومعامل السين تربيع بألف، والجيم الحد المطلق، كده الدنيا زي الفل. المفروض ب تربيع ناقص 4 أ ج يساوي صفر.
طب بص، المطلوب ب تربيع ناقص 4 ألف ج ده بكام؟ بصفر. وصفر في أي حاجة هتديني مين يا عم الحاج؟ هتديني صفر. يبقى كده الكلام ده هيساوي صفر. رائعة المسألة دي، رائعة. إذا كان للمعادلة دي جذرين تخيليين مختلفين. جذرين إيه يا حاج؟ تخيليين. يعني إيه تخيليين؟ يعني غير حقيقيين، مش كده ولا إيه؟ فإن كيف فإن نقط، وادالك اختيارات. نقطاتك يا باشا. استنى يا مستر، احنا مش لازم أيوة تخلي المعادلة فيها أبسط صورة. س تربيع ناقص كيف زائد 2 بيساوي صفر. لازم تعمل كده. طيب، الجذرين تخيليين يعني غير حقيقيين. ده معناه ايه؟ معناه المميز اقل من صفر. المميز ب تربيع ناقص 4 ألف ج اقل من صفر. اقل يا مستر مش اكبر. طيب ماشي. الب معامل السين، فين معامل السين؟ مفيش، يبقى ده بصفر شكرا. سالب 4. الالف معامل السين تربيع بواحد. الجيم الحد المطلق سالب كاف زائد 2. الكلام ده أقل من الصفر، وقلنا أقل من الصفر عشان الجذرين تخيليين. بس حل المعادلة دي. خلاص، ممكن نقسم على سالب 4. يبقى عندك سالب كاف موجب 2 أكبر من صفر. عشان قسمنا على عدد سالب فغيرنا اتجاه المتباين. ودي الاتنين الناحية التانية بإشارة مخالفة يبقى سالب 2. اقسم على سالب 1 يبقى الكاف أقل من 2. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. نروح للسؤال اللي بعد كده رقم 26. إذا كان جذر المعادلة دي مركبان وغير حقيقيين فإن كاف تنتمي النقط. الجذرين غير حقيقيين، مليت أنا عارف، يبقى المميز أقل من صفر. المميز أقل من صفر يعني ب تربيع ناقص 4 ألف ج أقل من صفر. مين الب؟ معامل س. كاف تربيع ناقص 4. مين الألف؟ معامل السين تربيع واحد. مين الجيم؟ الحد المطلق اللي هو كاف تربيع أقل من صفر. يبقى كاف تربيع ناقص 4 كاف تربيع أقل من صفر. دول ينفع يتجمعوا عشان هم شبه؟ ينفع. ادي موجب 1 وسالب 4 يبقى سالب 3 كاف تربيع أقل من صفر. اقسم بقى على سالب 3 يبقى كاف تربيع أكبر من صفر. أركز بقى عشان الحتة دي رائعة، أكثر من رائعة. كاف تربيع اكبر من صفر. طبعا حضرتك هتستعجل بقى وتقول ناخد الجذر التربيعي للطرفين يبقى الكاف اكبر من صفر. خلاص، يبقى الاجابه الصحيحه من صفر لما لا نهايه. اقول لك الكلام ده مش مظبوط للاسف. ده اللي شايف بعين بالعين دي، لكن اللي شايف بعين العقل هيقف شويه هنا بقى. كاف تربيع اكبر من صفر. هشوف ولا اروع من كده، اشوف حاجه في منتهى الجمال. بس شغل دماغك بقى، ما تقعدش بقى، دماغك لازم تبقى سابقه القلم بخطوه. كاف تربيع اكبر من صفر. لو انت مش شايفها تقول اخد الجذر التربيعي الطرفين يبقى كاف اكبر من صفر ناخد على رقم ج وغلط. لكن لو انت خدت نفس عميق وبصيت بقى كاف تربيع اكبر من صفر، هو ايه العدد اللي مربعه اكبر من صفر؟ مم. ده كل الاعداد الموجبه لو ربحتها تبقى اكبر من صفر، مش كده ولا ايه؟ وكل الاعداد السالبه لو ربحتها تبقى اكبر من صفر. يا خبر ابيض. يعني السالب 3 ده لو تربع هيبقى 9 فيبقى اكبر من صفر. يبقى مين الأعداد اللي نحطها مكان الكاف؟ كل الأعداد الموجبة وكل الأعداد السالبة. يعني كل الأعداد الحقيقية؟ لا، مش كل الأعداد الحقيقية، ما عدا مين بقى؟ ما عدا الصفر. عشان الصفر لو ربحته هيبقى يساوي صفر، لكن أنا عايز ده يبقى أكبر من صفر. يعني المفروض الكاف هنا تنتمي لمين بقى يا بطل؟ الله يفتح عليك، كل الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. يبقى الكاف تنتمي إلى ح ما عدا الصفر. نروح للمسألة رقم 27. قال للمعادلة جذرين غير متساويين. يا سلام. إذا كانت الكاف لا تساوي نقط. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ بيقول لك المعادلة ليها جذرين غير متساويين. هما لما يبقى الجذرين غير متساويين تستفيد إيه؟ تقول له لا أنا مش عايز، ما الجذرين غير متساويين. طب ممكن يبقى حقيقيين غير متساويين، يبقى المميز أكبر من صفر. أيوه. وممكن يبقى تخيليين وهيبقى غير متساويين، يبقى المميز برضو أقل من صفر.
فانا هاخد المميز هنا اكبر من صفر ولا اقل من صفر؟ اقول لك ولا تاخد دي ولا تاخد دي، ولا تاخد مين؟ هو لك هو امتى الجذرين يبقى متساويين؟ امتى الجذرين يبقى متساويين؟ يبقى لما يبقى نكتب اهو عشان نفتكر الجذرين. بص، الجذران، نكتب دي هنا، الجذران متساويين يعني المميز يساوي صفر. طب لو الجذرين غير متساويين؟ قال لي لو الجذرين غير متساويين والله يبقى المميز مش هيساوي صفر. يبقى هنا المميز مش هيساوي صفر. يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج مش هيساوي صفر. الب معامل السين، سالب 3 رباح يبقى 9 ناقص 4. الألف معامل السين تربيع بواحد، 4 في 1 ب4، والجيم بكام؟ يبقى الكلام ده مش هيساوي صفر، خلي بالك. ودي دي بإشارة مخالفة واقسمها على سالب 4، نعملها لك واحدة واحدة. حاضر يا سيدي. لا تساوي سالب كام؟ 9. يبقى الكاف لا تساوي 9 على 4. يبقى الكاف لا تساوي 9 على 4، ما تساوي أي حاجة غير التسعة على 4. يبقى الكاف دي ينفع تبقى بأي حاجة غير التسعة على 4. خلاص، نروح للمسألة رقم 28. بيقول لي المعادلة دي ليس لها جذور حقيقية إذا كانت الميم تنتمي إلى نقطة. المعادلة دي ليس لها جذور حقيقية. أمال إيه؟ مش دي معادلة تربيعية؟ معادلة تربيعية. طب ملهاش جذور حقيقية، أمال لها جذور إيه؟ أكيد طالما ملهاش جذور حقيقية يبقى لها جذور غير حقيقية، جذور تخيلية. ولما يبقى الجذور غير حقيقية يبقى المميز أيوة سالب. يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج أقل من صفر. عارفك مليت من كتابة البتاع ده، عمالين نكتبهم 50,000 مرة النهاردة، مش مشكلة. الب معامل السين، يبقى ده كله أهو. بص بص بص، معامل السين اللي هو ده كله سالب. ممكن السالب دي لما تربحها تبقى موجب، يبقى عندك هنا 2 م ناقص 1 الكل تربيع ناقص 4. الألف معامل السين تربيع اللي هو الواحد. الجيم اللي هو الحد المطلق، يعني كل الحدود اللي مش مضروبة بسين، يبقى م تربيع. حلو يا عم، كده انت خلصت مسألة. فك الأقواس وجمع حدود لكن متشابهة وحل المتباينة هتطلع المسألة. ادي 2 لما القوس اللي عليه تربيع مربع الأول ومربع التاني، والأول في التاني في 2. سالب 4 م تربيع أقل من صفر. السالب 4 م تربيع تروح مع الموجب 4 م تربيع، يبقى سالب 4 موجب 1 أقل من صفر. ودي الواحد بإشارة مخالفة، يبقى سالب 4 م أقل من سالب 1. اقسم على سالب 4 وغير اتجاه المتباينة، يبقى الميم أكبر من ربع. يبقى الميم تنتمي إلى الفترة من ربع إلى ما لا نهاية الموجبة. خلاص، مش عارف في مسائل تاني ولا لسه؟ لا، ده لسه في خير كتيرة وإن شاء الله. بيقول لي جذر المعادلة حيث كاف أكبر من صفر يكونان نقط. انت هي اللي احنا حلينا المسألة دي من كتر التكرار تحس إن احنا حلينا المسائل دي. طيب هنجيب المميز، احنا ورانا غير المميز في القصة دي. ب تربيع ناقص 4 أ ج معامل ب معامل السين، وهنا ما فيش سين يبقى ده بصفر، ناقص 4 الألف معامل السين تربيع بواحد، والجيم الحد المطلق. طيب يبقى الكلام ده المفروض سالب 4 ك. طيب خلي بالك، طب انا مش عارف المميز ده موجب ولا سالب دلوقتي. والله الموضوع ده يتوقف على قيمة الكيف. انا عندي سالب 4، قال لي الكاف اكبر من صفر. طالما الكاف اكبر من صفر يعني الكاف موجبة. طب لو انت عندك عدد موجب تضربه في عدد سالب، النتيجة هتطلع ايه؟ تطلع سالب. يبقى المميز سالب، يبقى الجذرين هنا غير حقيقيين، هيبقى مركبان مترافقان وغير حقيقيين. خلاص. طيب نروح بقى للمسألة اللي بعد كده. بيقول لي المعادلة دي لها جذران حقيقيين غير متساويين، ولا جذرين حقيقيين متساويين، ولا نسبيين، ولا الكلام ده كله ده. بص بقى، الحل العادي ان انت هتفك الاقواس. نحل حل عادي في الاول. يلا، بسط المعادلة. مربع الاول مربع التاني، والاول في التاني في 2 سالب 6 س. وهنا نفك القوس ده. مربع الاول اللي هو س تربيع، المربع التاني موجب 16، والأول في التاني في 2 سالب 8 س. الكلام ده كله يساوي صفر. يلا نجمع الحدود المتشابهة. يبقى 2 س تربيع، ودي سالب 8 وسالب 6، يبقى سالب 14 س، و9 و16 تقريبا 25. كده المعادلة بتاعتك جاهزة. ده هات المميز.
هيبقى ب تربيع، اكتب بقى سالب 14 تربيع عشان تخلص بقى، ناقص 4 في 2 في 25. لو ربعت الكلام ده 196 على ما أتذكر يعني، إن لم تخن الذاكرة. دول 4 في 25 ب100، يبقى دول ب200. واضح إن العدد ده الموجب أقل من السالب، يعني المفروض يطلع الناتج ده سالب. يبقى كده الجذرين غير حقيقيين. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. هتقولي في حل تاني؟ أقول لك في حل تاني، بس عايز عيال بقى تكون إيه، عفريت بقى. أنت ممكن تودي ده بإشارة مخالفة، القوس ده كله توديه هنا بإشارة مخالفة. س ناقص 3 تربيع هيساوي سالب س ناقص 4 تربيع. بص، هو اي قوس هتربعه مش هينفع يبقى سالب. حلو. فاحنا كده هيبقى صفر او موجب، فالمقدار ده هو هيبقى موجب او صفر. طيب، ولو خدت الكلام ده بقى في سالب، القوس ده هيبقى موجب. بص، هو القوس ده هيبقى بصفر لما السين تبقى بتلاتة، فلو السين هنا بتلاتة هيبقى هتعوض عن سين هنا بتلاتة، يبقى الكلام ده يطلع بسالب واحد. فمش هينفع الصفر بتساوي سالب واحد، يبقى الكلام ده مش هينفع. القوس ده موجب، خلاص لازم يبقى موجب. طيب، وده مربع طب ما ده موجب في سالب بسالب، فما ينفعش الطرف اليمين يبقى موجب والطرف الشمال يبقى سالب. بالتالي ده معناه ان مفيش جذور للمعادله دي، يبقى المعادله دي ليس لها جذور حقيقيه، يبقى الجذرين غير حقيقيين. لو ما فهمتش الكلام ده خلاص خليك شغال على الطريقه العاديه دي بقى. خلاص. طيب، نروح لرقم 31. بيقول لي جذر المعادله دي حيث أ تنتمي إلى ح ما عدا صفر. طب ماشي، هنجيب المميز برضه. ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب اللي هو سالب معامل س اهو، سالب 8 أ تكعيب، لما تربعها يبقى 4 أ أس 6، عشان أ أس 3 بس 3 يبقى أ أس 6 سالب 4. والألف اللي هو معامل س تربيع، أ تربيع زائد 1. والجيم اللي هو الحد المطلق، أ أس 4. حلو كده. يلا نفك ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي. يبقى دي 4 أ أس 6 تضرب سالب 4 في أ أس 2 في أ أس 4، يبقى سالب 4 أ أس 6. وسالب 4 في 1 في أ أس 4، يبقى بسالب 4 أ أس 4. هتلاقي بقى ده يروح مع ده، يبقى المميز اللي عندك سالب 4 أ أس 4. طيب ماشي. وهنا قال لك أ تنتمي لح ما عدا الصفر. خلاص، يعني أ دي ممكن تنفع تبقى موجب وينفع تبقى سالب، بس خلي بالك الألف دي مرفوعة لأس زوجي. فطالما رفعت لأس زوجي، يا إما تبقى موجبة يا إما تبقى صفر. هو قال لك ما ينفعش تبقى صفر عشان قال لك الألف تنتمي لح ما عدا الصفر. يبقى كده الألف أس 4 دي موجبة. الألف أس 4 إيه يا عم الحاج؟ موجبة. وفي سالب يبقى بسالب، يبقى المميز كده بسالب. وطالما المميز بسالب يبقى الجذرين غير حقيقيين. طيب، نروح للمسألة اللي بعد كده 32. نفس القصة، بيقول لك إذا كان أ وب عددين حقيقيين والألف ما يساويش ب، فإن جذر المعادلة دي يكون إيه؟ يلا نجيب المميز، إحنا ورانا غير المميز النهاردة. ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب اللي هو معامل السين اللي هو ده كله، يبقى عندك دي هتبقى 25 أ زائد ب. أنا بحل بسرعة عشان أنت خلاص بقيت محترف في الحاجات دي، مش عايزين نضيع وقت. والألف معامل السين تربيع، يبقى أ ناقص ب. والجيم الحد المطلق، بص الحد المطلق اللي هو ده كله بقى، يبقى سالب 2 في أ ناقص ب. واصبر شوية كده وما تتخطش، موضوع سهل جدا. فاحنا نمشي الترتيب أهو على الماء. يلا بقى نفك الأقواس ونجمع الحدود المتشابهة. خلي بالك القوس اللي عليه تربيع ده هتفكه وتضربه في 25، يعني تقول أ في أ بأ أس 2 في 25، يبقى 25 أ أس 2. ومربع التاني يبقى بموجب ب تربيع في 25، يبقى 25 ب تربيع. والأول في التاني في 2 أ في ب في 2 ب 2 أ ب في 25، يبقى 50 أ ب. بص بقى تضرب بقى، بص ضرب سالب 4 في سالب 2، يبقى سالب في سالب بموجب، 4 في 2 ب 8، يبقى 8. وأ ناقص ب في أ ناقص ب برضه، يعني كانتها أ ناقص ب كل تربيع دي. يبقى نفك كمان القوس ده، أ تربيع في 8 يبقى بموجب 8 أ تربيع. وهنا هربع ده يبقى موجب 8 ب تربيع. واضرب الأول في التاني في 2، يبقى المفروض سالب 2 أ ب في 8، يبقى بسالب 16 أ ب. يلا بقى نشوف الليلة هتمشي ازاي معانا في اللخبطة دي كلها. دي كانت 8 أ تربيع، مش كده ولا ايه يا اخوان؟ ادي 25 أ تربيع و8 أ تربيع، يبقوا كام دول؟ 33 ولا ايه؟
ده مش عارف 33 ألف تربيع. طيب وادي عندنا 50 ألف ب، وادي موجب 16 ألف ب، كام دول بقى؟ 40 ونخش منهم كمان 6 يبقى كام؟ 34. إيه الحساب المقرف ده؟ ألف ب، ونيجي نجمع دي مع دي، يبقى دي المفروض تبقى كام؟ 5 و3 يبقى 33 ب تربيع. طيب بعدين قلل ألف لا تساوي الب. طب المقدار ده بقى يا ترى، يا ترى يا هل ترى مربع كامل ولا مش مربع كامل؟ مش عارف، حاسس إن في حاجة غلط في الحسابات دي. 50 ناقص 16، تعال نشوف من الأول كده نحسب. دي 25 ألف زائد ب تربيع ناقص 4 ألف ناقص ب ناقص 8 ألف ناقص ب، ماشي. مربع الأول واتنين في 50 ودي تمام. طب دي تبقى المفروض موجب 8 ألف ب. طب ودي عندك يا سيدي ألف تربيع، وهنا 16 وهنا 8. طب اجمع معايا 25 ألف تربيع وتمانية ألف تربيع، 33 ألف تربيع. مش 5 و8 13 اه. طب دي 50 ألف ب وسالب 16 ألف ب، يبقى دي 34 ألف ب، هنا 33 ألف ب تربيع. طيب تعالى بقى نشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. لو جينا بقى حبينا نظبط الدنيا دي شوية، ممكن نعمل ايه بقى؟ ما احنا عايزين نبحث شرط المقدار ده. ال34 دي ممكن نخليها، لما نيجي نحسب على فكرة الإشارة دي هتبقى بموجب، فهجمع دي 50 وادي 16 يبقى 66. لو خدنا بقى 33، بص هنا الإشارة دي كانت في غلط، الإشارة دي يبقى موجب. لو خدنا 33 عامل مشترك يبقى دي ألف تربيع زائد 2 ألف ب زائد ب تربيع، يعني الكلام ده يساوي 33. ولو ركزت في ده هتلاقي كده ألف زائد ب كل تربيع، عشان يبقى مربع الأول ومربع التاني، والأول في التاني في 2. يبقى ساعتها هيطلع المقدار ده كده موجب، يبقى المميز هيبقى موجب، يبقى إذا الجذرين حقيقيين غير متساويين. نروح للمسألة اللي بعد كده. بيقول عدد الحلول المختلفة للمعادلة دي. برضو عدد الحلول هنجيب المميز، لو فكينا الكلام ده يبقى س تربيع سالب ألف س سالب ألف تربيع هيساوي صفر. لو جبنا المميز ب تربيع ناقص 4 ألف ج، السالب الب دي معامل السين، يبقى دي ألف تربيع ناقص 4 ألف، والجيم هيبقى بسالب ألف تكعيب تربيع، يعني الكلام ده هيساوي ألف تربيع موجب 4 في 1 ب4، ودي ألف تكعيب. طيب ألف تربيع زائد ألف تكعيب، هو الألف هنا تنتمي لح ما عدا الصفر، خلاص. وبالتالي المقدار ده مش هيساوي صفر. طب المقدار ده هيبقى موجب ولا هيبقى سالب؟ ألف تربيع، لو خدنا ألف تربيع عامل مشترك هيبقى عندنا ألف زائد 1. أنا بقول لك ألف تنتمي إلى ح ما عدا الصفر. وبعدين بقى أم الأمر. رقم 34 بيقول لي إذا كان ألف وب وج أعداد نسبية وألف لا تساوي صفر،
فإن للمعادلة جذران نسبيين إذا كان ب تربيع ناقص 4 أ ج نقط. طيب هو عشان يبقى في جذرين نسبيين المفروض المميز هيبقى مربع كامل. المميز هيبقى مربع كامل. الب تربيع ناقص 4 أ ج لازم يبقى مربع كامل. بص ركز بقى، الب دي اللي هي معامل السين اللي هي دي، والالف معامل س تربيع، والجيم الحد المطلق. خلاص، فعشان يبقى في جذرين نسبيين لازم يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج لازم يبقى عدد حقيقي مربع كامل. نشوف المسألة اللي بعد كده رقم 35. بيقول إذا كان جذر المعادلة دي هما لام ولام حيث لام تنتمي لح. الله جميل. الجذرين بتوع المعادلة لام ولام، فده معناه إيه؟ حيث لام تنتمي لح. طيب معنى إن جذري المعادلة لام ولام وبيقول لي لام تنتمي لح، يبقى إذا المعادلة دي مالها؟ الجذرين بتوعها نوعهم إيه؟ قول يا عم الحاج. تمام، حقيقيين متساويين أهو. وطالما الجذرين حقيقيين، هو اللي ده لام وده لام، فهما الجذرين متساويين، وقال لي لم تنتمي الحاء، يبقى كده حقيقيين متساويين. يبقى ساعتها المميز هيساوي صفر. يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج هيساوي صفر. الب اللي هي معامل السين، والالف معامل السين تربيع، والجيم اللي هو الحد المطلق. خلاص، يبقى المفروض الب تربيع هتساوي 4 أ ج. خلاص، طب في الاختيارات من دول دي ازاي بقى؟ لو قسمت هنا على 4 أ ج وقسمت الطرف ده على 4 أ ج، يبقى ب تربيع على 4 أ ج هتساوي 1. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. نروح لرقم 36. إذا كان جذر المعادلة دي حيث أ أكبر من صفر حقيقيين متساويين، فإن جذر المعادلة دي يكونان نقط. تمام. بص بقى، يبدأ يربط لك الدنيا ببعضها. جذر المعادلة دي حقيقيين متساويين، خلينا في المعادلة الأولى دي. طالما حقيقيين متساويين يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج هيساوي صفر. واركن دي على جنب بقى. طيب يبقى جذر المعادلة دي هيبقى إيه؟ تعالى نجيب المميز للمعادلة التانية. المميز للمعادلة التانية دي ب تربيع اللي هو معامل السين ناقص 4 في معامل السين تربيع اللي هو الألف في ج اللي هو الحد المطلق اللي هو ج زائد 1. وتعالى نشوف المميز ده بقى هيبقى موجب ولا سالب ولا ايه حكايته. يبقى دي ب تربيع. بص هتعمل ايه؟ هتضرب سالب 4 أ في ج يبقى سالب 4 أ ج، وسالب 4 أ في 1 يبقى سالب 4 أ. دول بصفر. خلاص، دول اهم كده بصفر. جبت منين الكلام ده؟ من هنا اهو. يبقى خلاص هنشيلهم. يبقى هنا في سالب 4 أ، والالف دي موجب ولا سالب؟ قال الالف دي اكبر من صفر، يبقى الالف دي موجب. موجب في سالب يبقى بسالب، يبقى المميز بتاع المعادلة دي سالب، يبقى الجذرين غير حقيقيين. نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 37. بيقول لي قيم ج الصحيحة التي تجعل جذر المعادلة دي مختلفين، وللمعادلة دي مركبين غير حقيقيين. ركز بقى في الكلام الحلو ده. بيقول لي عايزين قيم ج الصحيحة اللي تجعل للمعادلة دي جذرين حقيقيين مختلفين. نشتغل واحدة واحدة، نقسم الصفحة كده نصين ونشتغل واحدة واحدة. خلينا على المعادلة دي س تربيع موجب 3 س زائد ج بيساوي صفر. الجذرين الحقيقيين مختلفين. حقيقيين مختلفين يعني المميز، خلاص أنا حفظت القصة دي، أكبر من صفر. يبقى نقول له المعامل السين 4، وهنا معامل السين تربيع ب1 والجيم بجيم زي ما هي، يبقى أكبر من صفر. يبقى المفروض السالب 4 ج أكبر من سالب 9. نقسم على السالب يبقى ج أقل من 9 على 4، يعني الجيم أقل من 9 على 4 يعني 2 وربع. ماشي كده؟ يبقى الجيم أقل من 2 وربع، وعايزين جيم صحيح، يعني الجيم ممكن تبقى ب2 و1 وصفر وسالب 1 والكلام ده كله. طب اركن لنا دي على جنب بقى. لسه في نقطة تانية عندك احنا ما استفدناش منه، تعالى نستفيد منه. ايه النقطة التانية؟ بقول لك وللمعادلة دي، للمعادلة دي جذران مركبين وغير حقيقيين. طيب فاحنا هناخد المعادلة التانية س تربيع موجب 3 س موجب ج زائد 2 يساوي صفر. الجذرين بتاع المعادلة دي مالهم؟ غير حقيقيين، يبقى المميز
هيبقى أقل من صفر. معامل السين ب9، سالب 4، الألف معامل س تربيع ب1، الجيم الحد المطلق اللي هو ج زائد 2، ج زائد 2. الكلام ده كله أقل من صفر. يبقى 9 ناقص 4 في 1 يبقى دي سالب 4 ج، دي سالب 8، أقل من صفر. لو جمعنا بقى يبقى سالب 4 ج، ادي دول هيبقوا 9، نوديهم من الناحية التانية مش مخالفة يبقى سالب. نقسم يبقى الجيم أكبر من ربع. يبقى الجيم أقل من 2 وأقل من الربع. الجيم أقل من 2 وربع، والجيم أكبر من الربع. يعني الجيم ينفع تبقى ب1 وينفع تبقى ب2. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ب. خلاص. نشوف بقى المسائل الجميلة دي بتاع المستويات العليا دي. بيقول لك إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. جذر المعادلة دي يكونان نقط. نفس الكلام، هنجيب المميز ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب تربيع هنربع الكلام ده يبقى 4 في 5 ب20، ناقص 4 في 1 في 1. يبقى الكلام ده يبقى 20 ناقص 4 يبقى 16. يبقى واضح هنا المميز مربع كامل، يبقى دول حقيقيين نسبيين. يبقى هتبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. شوف المسألة اللي بعد كده، السؤال التاني. بيقول إذا كانت المعادلة دي بلا 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 والليلة دي كلها، فإن جذر المعادلة يكونان نقط. طيب هنحدد نوع الجذرين، يبقى نروح هنجيب المميز ب تربيع ناقص 4 أ ج. وقال لي هنا الألف تنتمي لح ستار، أكيد طبعا، والب تنتمي لح، والجيم تنتمي لح. وب تربيع ناقص 4 أ ج غير موجب. عارف يعني إيه غير موجب؟ يعني ممكن أقل من أو يساوي صفر. فإن جذر المعادلة يكونان حقيقيين مختلفين؟ لا طبعا. متساويين احتمال. غير حقيقيين احتمال. مركبين مترافقين، دي بقى هتبقى الإجابة الصحيحة والشافية والشاملة. أصل لو مترافقين، كلمة مترافقين دي يعني مثلا لو في جذر طلع ب7 يبقى المرافق بتاعه يبقى 7. فمعنى مترافقين يبقى الجذرين هيبقى متساويين، وده احتمال لأن المميز هنا أقل من صفر. خلاص. ومركبين مترافقين ممكن يطلع مش عارف 3 زائد 2 تي و3 ناقص 2 تي مثلا. يبقى كده المميز يبقى أقل من صفر. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ج. بعد كده السؤال الثالث. في أي من المعادلات التربيعية الآتية يكون الجذران مركبين مترافقين. تعرف يعني إيه مركبين مترافقين؟ كلمة مترافقين دي تعني إن الجذرين هيبقى متحققيين متساويين أو غير حقيقيين. خلاص. هتقولي طب ما ممكن يبقى في جذر كده 3 زائد 2 ت، والجذر التاني ممكن يبقى 3 ناقص ت. أقول لك معاك حق. خلاص. بص يا سيدي، طالما معاملات، احنا قلنا الكلام ده في الشرح، طالما معاملات حدود المعادلة التربيعية أعداد حقيقية وأحد الجذرين طلع عدد مركب، لازم الجذر التاني يبقى مرافقه. لازم على طول كده. خلاص. أقول تاني. يعني بص، لو بصيت على المعادلة دي، المعاملات بتاع الحدود بتاعتها اللي هي جذر 3 وجذر 5 وسالب 1 دي أعداد حقيقية؟ أعداد حقيقية. وبالتالي لو مثلا أحد الجذرين 3 زائد 2 ت، الجذر التاني لازم يبقى مرافق ليه 3 ناقص 2 ت. فكلمة مترافقين دي معناها بقى يا إما الجذرين هيبقى حقيقيين متساويين ليه؟ لأن لو عندك السبعة يبقى مرافقة 7 برضه. أو كلمة مترافقين يبقى حقيقيين متساويين أو غير حقيقيين. خلاص. فاحنا هنجيب المميز ولازم يطلع أقل من أو يساوي صفر. فتعال نشوف بقى، لو جبنا المميز هنا هيبقى عندك المميز هنا بكام؟ سالب 4 يبقى 16 ناقص 4 في 1 في سالب 5، ده يطلع بالموجب، فده مش تنفع المعادلة. طيب تعالى نجيب المميز هنا، جذر ب تربيع يبقى ب5 ناقص 4، وهنا جذر 3 في سالب 1، ادي سالب في سالب بموجب، فده يبقى بالموجب برضه، فمش هيتنفع.
نيجي لده، هنربع ده يبقى 9 في 2 ب18. أنا بكتب الموازي على فكرة، الناس اللي نسيت ب تربيع ناقص 4 ألف ج، بس أنا عارفك مليت منه فبكتب بسرعة عشان نخلص. 18 ناقص 4 في 1 في 4. الكلام ده برضه هيطلع بالموجب. طيب يبقى ما قدامناش حل غير ده، يلا نتأكد بس. سالب كسر 7 يبقى 7 ناقص 4 في 3 في 5. وضع ده يبقى بالسالب طبعا، يبقى 7 ناقص تقريبا 4 في 3 60، يبقى ده يبقى بسالب 53. خلاص، يبقى هو ده الإجابة الصحيحة اللي هتخلي الجذرين مترافقين. إذا كان للمعادلة دي جذران مركبان مترافقان، نفس الكلام، طالما مترافقان يبقى المميز أقل من أو يساوي صفر. خلاص، ب تربيع يبقى كام ده؟ الربع ده يبقى 8 ناقص 4 في 1 في ألف أقل من أو يساوي صفر، يبقى سالب 4 ألف أقل من أو يساوي سالب 8، يبقى الألف أكبر من أو يساوي 2. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. بعد كده نروح للمسألة. تقريبا كده يا باشا خلصنا كل الأسئلة بتاع الاختيارات، بس نكتفي بهذا القدر لأن الفيديو ده طول منا جدا أكيد. أتمنى تكون الناس استفادت من الفيديو ده. طبعا لو انت معانا في الفيديو لحد النقطة دي يبقى انت بطل، يعني اكيد الفيديو قعد وقت كتير جدا، وانت من الناس بقى اللي بيحبوا العلم وعايزين تقعد تتعلم او عايز تقعد تتعلم وتستفيد من الموضوع ده. فلو قاعد معانا الفترة دي كلها فأهلا وسهلا بيك، نورتنا. وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وتعمل شير للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. ونشوفكم على خير في الفيديو القادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باي.